كان يعيش حياة عادية كما يراها أغلب الناس، يسهر الليل في مشاهدة المقاطع، يضحك كثيرا، ويمر عليه اليوم كاملا دون أن يفتح المصحف أو حتى يركع ركعة لله. لم يكن يصلي، وكان يقول لنفسه دائما: لسه العمر قدامي، ربي غفور رحيم. هكذا استمر يوما بعد يوم، يغرق في الذنوب دون أن يشعر بثقلها على قلبه. وفي ليلة من الليالي، وبعد سهرة طويلة على الهاتف، نام كما ينام كل ليلة، بلا ذكر، بلا وضوء، بلا صلاة. لكنه رأى حلما لم ينسه حتى اليوم. رأى نفسه وحيدا في قبر ضيق مظلم بارد. لم يكن هناك أحد، لا صوت، لا حركة، فقط هو والجدران الصامتة. فجأة شعر بحرارة شديدة، والتفت فزعا، فإذا بنار عظيمة تشتعل أمامه. نار تقترب منه ببطء، تحيط به من كل الجهات، أصوات صراخ وعويل يسمعها في الأفق، لكنه لا يرى أحدا. حاول أن يهرب، أن يصرخ، أن يطلب النجاة، لكنه لم يستطع. فمه مغلق وصوته لا يسمع. يقول: رأيت جهنم، ورأيت نفسي داخلها. كنت أذوب من الخوف، قلبي يرتجف، والدموع لا تتوقف. استيقظ من نومه فزعا، وهو يصرخ بصوت عال، جسده مبلل بالعرق، ويداه ترتعشان. أول ما فعله أنه ركض إلى أمه، وقال لها وهو يبكي: أمي، أرجوك، خذيني لأي شيخ، أي مسجد. ما أبغى أموت كذا، ما أبغى أدخل النار. تغيرت حياته منذ تلك الليلة. بدأ بالصلاة، التزم بقراءة القرآن، أغلق حساباته التي كانت تملأ قلبه بالذنوب، واستبدلها بمقاطع تذكر بالله. بدأ ينصح أصدقائه، ويقول لكل من حوله: لا تنتظر حلما مثل حلمي عشان تتوب، والله جهنم مش بعيدة، التوبة أقرب مما تتخيل. هكذا كانت بداية رجوعه، بحلم واحد فقط أيقظه الله به من غفلته. يا الله، كم من غافل يحتاج لحلم، وكم من قلب ميت ينتظر صدمة ليعود للحياة.